الو. ايوه يا ام شيماء، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ لا احنا الحمد لله تمام كويسين الحمد لله. لا احنا الحمد لله كويسين. وانتي طيبه يا حبيبتي، ان شاء الله نبقى على جبل عرفات انا وانتي السنه الجايه ان شاء الله. ايه بقى، هتضحي ولا هتعملي ايه؟ ولا هتضحي بابو شيماء الله يرحمه؟ اه يا اختي الحاجه اسعارها نار، والله. يلا ربك بقى يقدم اللي فيه الخير. بقولك جايه انتي النهارده على الغدا؟ خلاص هستناكي. لا والله هستناكي يا ام شيماء، خلاص انا عملت حسابي. طب خلاص. بقولك انتوا كم نفر؟ عشان اطلب اللحمه. لا انتوا كم بني ادم؟ انتي وبنت شيماء، ابو شيماء الله يرحمه. حوالي 6. طيب لا هقول لك انا، اصل دلوقتي خلاص يا ام شيماء، انا لما اطلب انت لما تيجي هتعرفي. خلاص هجيب لحمه بالقسط. ايه يا ام شيماء، انت هتهزري معايا ولا ايه يا ام شيماء؟ لا يا وليه اسكتي بقى، دلوقتي اصل هما عاملين نظام جديد عشان تشتري به اللحمه. انا هبقى افهمهولك لما تيجي ما بيني وما بينك. خلاص يلا توكلي على الله، اوعي تتاخري يا وليه. اوعي عشان انا عارفاكي لكعيه والله. اكلمك تبقي لسه في شبرا واقول لك انت فين يا ام شيماء، تقولي لي انا داخله عليكي. والله بتبقي كدابه. ماشي يا ام شيماء، يلا في رعايه الله. سلام يا ام شيماء. بقى ايه الرغي ده؟ هو ما اتصل بقى بالجزار. الو. ايوه يا معلم عظمه، عامل ايه؟ ازيك كده وازاي عظمتك؟ وفروتك وليتك. خلاص يا معلم بقول لك انا النهارده عندي عزومه. ماشي، عايزه بقى 7 حتت لحمه. لا من ام 25. انت عندك بكام وبكام؟ عندك ب20 و25 و30. لا ام شيماء دي معفنه اصلا، هتلاقي من ام 20. عندك ب15؟ لو عندك ب15 اهي، هات لي من ام 20. هات لي 7 يبقى 7 في 20 ب140. هبعت لك 140 مع الولد. 10 جنيه ليه ان شاء الله؟ عشان قطعي مش جمله. انت راجل ناقص والله اقسم بالله. طب غور يلا يا معلم عظمه، ان شاء الله تقع على جدور عظمتك. مع سلام. راجل رغاي صحيح يا جماعه، اقسم بالله ده انا نسيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلش يا جماعة، أصلي يعني انشغلت شوية في مكالمتي مع أم شيماء. فاكرين يا جماعة من كام شهر كده طبعا لما حالتنا بقت يرثى لها، وبقى كيلو اللحمة في متناول المواطن الأبو هشيمة أو الحاج نجيب سويرس. طلع لنا الحاج شريف الزلاط وقال لنا إيه بقى؟ ان كيلو اللحمه عنده بيتباع بالقسط. عايز لحمه تروح تشتريها بالقسط. والناس علي ولو في واحنا وصلنا للدرجه دي. النهارده بقى واحد تاني بتاع لحمه طلع لنا قرار جديد. ما احنا قاعدين بقى ملطشه. ما قال لك الشعب المهزأ راح، الشعب المهزأ جه. قال لك ايه بقى عمو الجزار؟ عمو الشرطيان ورا محلاها معاك السفر. لا ده دوك طيور الجنه، لا مؤاخذه. اصل انا لابسني روح طيور الجنه معلش وعيله مجداد. فايه قال لك ان انا ببيع لحمه بالقطعه. اقسم بالله زي ما سمعتوا كده. يعني انا اللي كنت اسمعه مثلا واحد يقول لك بنبيع ملابس بالقطعه. نبيع مثلا مش عارف هو بيتزا بالقطعه. كان في زمان كده في الجامعه في كافيتريات يقول لك مثلا يوجد قطعه بيتزا، على اساس يعني الواحد يقدر يكمل البيتزايه. فده بقى بيبيع لحمه بالقطع. بتتراوح بقى اسعار اللحمه على حسب. مثلا الكيلو اللي هو بيبقى المتوسط بتاعه 10 قطع لحمه. يعني مثلا عايزه 5 قطع لحمه من اللي هو المتوسط بتاعه 10 قطع، فيقول لك القطعه بتاعته يا حاجه ب35 جنيه. كيلو اللحمه اللي متوسط القطعه بتاعته 15 قطعه ده ب25 جنيه. انا مش فاهمه كيلو لحمه ايه اللي يقطع 15 قطعه ده، الا لو هتبشرها لي بالمبشره يعني.
او هتديها لهم بقى في الوريد، يعني ما يبقى محلول ملح، زي محلول ملح كده عندي محلول لحمه. لو سمحت اديني ازازه محلول لحمه الله يسترك، عشان جاي لي ناس النهارده. هو في ايه يا نهار احوس؟ واحنا وصلنا لايه يا جماعه؟ واحد يبيع لك لحمه بالقسط والتاني يبيع لك لحمه بالقطع، فانت تبقى راجل داخل كده طويل عريض. سلام عليكم. لو سمحت تديني حتتين لحمه، حته يعني عايز حته بقى ملبسه وحته موزه. ده باين له كما قال الكبير هنشرب المر بشاليمو ولا ايه؟ لا اله الا الله يا رب. بعد ما كان بيدخل كده على الجزار مال وهدومه كده يقول له اديني 4 كيلو، لا اقطع لي بقى، هات لي بقى، ويقعد بقى لا اديني من هنا، لا اديني من هنا. بقت الناس تروح تشتري ايه؟ طب خليها كيلو، اديني كيلو يا عم النهارده بقى كده واعمله على طبختين. طب تديني نص كيلو، بقى الواحد يروح يشتري اللحمه بالقطعه. هر ابيض يما. يعني اللي انا اعرفه مثلا قطعه ارض، قطعه جاتو. يعني مثلا الواحد برضه ما فيش حد بيروح يشتري قطعه جاتو، الواحد بيروح يشتري مثلا دستة اقل حاجه. عايز مثلا عنده ناس كتيره في البيت، يقول له طب ممكن تديني دستة ونص جاتو 3 4 10 200 قطعه. لكن تخيل كده تبقى رايح بقى عند الجزار، انت يا ابني عايز قطعه لحمه 2 في 3، يعني بقى ارسمها لي كده اهو. اديني بقى حته 5 في 6 وانا ان شاء الله اقصقصها في البيت. فانت تلاقي بقى مثلا ايه زي قوالب الزبده اللي هي الدنماركي كده، اللي هي لورباك والكلام ده. لما بيبقى قالب الزبده الكبير بقى اللي هو النص مثلا او كده، بيبقى ورا عامل علامه كل 100 بيعمل فاصل ما بينهم. فانت تلاقي بقى مثلا الجزار بعد ما يذبح يجيب العجل، يبدا بقى يقسمه 10 سم 20 سم 30 سم. الواحد ايده اسودت من البحر والله، ما علينا. فانت بقى تروح تلاقي مثلا حته مثلا العير الانتركوت كده، هو يقول لك انت عايز انهي قطعه هنا، دي كده 100 سم، دي 200 سم، انت عايزنا بقى نقطع لك قد ايه؟ يعني في ها في ايه يا مصر؟ ايه احنا مش صعبانين عليكي؟ يعني بص لنا بعين رأفت كده، يعني خلي رأفت تيجي يبص لنا كده، ولا ايه بقى؟ فمثلا انت حضرتك جاي لك بقى ضيوف، بعد بقى مثلا لو كنت تعمل سمك ولا كده، يا جماعه مين عايز سمك مقلي، مين عايز سمك مشوي، مين عايز الجمبري بتاعه مش عارفه، خلاص بقى ها يا ام شيماء، عايزه القطعه بتاعتك عايزاها قد ايه، في حدود كام جرام؟ قولي لي، عشان عارفه ان انت بتعملي رجيم دلوقتي واللحمه عليكي مش قد كده، فحددي لي. فانت بقى تروح تقول له لو سمحت عايز 100 جرام، ها اعملها كده هو ببصل كباب حله، واديني 100 جرام ان شاء الله اعمله في سمبوسه، يبقى كتر خيرك قوي. يا نهار يا خرابي يا اختي على اللي احنا داخلين. احنا مش داخلين، احنا القطر فرمنا عدى كده، هو علينا فرمنا مش عارف يرجع، واحنا مش عارفين نرجع ولا عارفين يقوم لنا قومه. يا اللهم صل على النبي علينا. يعني انا اقسم بالله ما عارفه الناس هتعمل ايه. يعني لا لحمه عارفين يجيبوها، ولا فراخ عارفين يجيبوها من السعر اللي كل يوم يعلى. هتقول لي ما تاكلوا اي حاجه عاديه يا جماعه؟ الناس بقت بتاكل اقل من العادي علشان تعمل حله كشري اللي كانت زمان بتتعمل وتقعد تاكل العيال وتقول انا ما صرفتش حاجه. اقسم بالله لو حله الكشري ما اتكلفت اكتر من 100 جنيه يبقى انا ست حماره ما بفهمش اي حاجه. لو طاجن المسقعه مثلا ما تكلفش برضو 100 جنيه يبقى انا برضو حماره ما بفهمش حاجه. حتى الجبن، البيض، البطاطس اللي هي كانت اكله، يقول لك لا يا عم احنا اخر الشهر والدنيا مزنقه معايا انا اعمل اي حاجه من البيت. البيت ما بقاش فيه حاجه تتعمل. يعني كنت زمان كده تفتح الثلاجات تلاقي جبن بيض بقى اللهم صل على النبي خيرات ربنا. دلوقتي بقى ثلاجتنا ما بقاش فيها غير ميه. صدقناك، احنا صدقناك اقسم بالله. انا صدق والله صدق.